ازيك يا جميل؟ بعد حلقة علم مصر كمية الكومنتات كانت فوق اي توقع، لكن اللي فاجئني اكتر من الكومنتات نفسها ان كل شخص كان متأكد ان المعلومة الحقيقية هي اللي عنده. في اللي قال اصل العلم عثماني، وفي اللي قال انه من ايام الفراعنة، وفي اللي اكد ان النسر اتغير لاسباب سياسية، وفي اللي قال انه مش نسر اصلا. فقلت خلاص، بدل ما نفضل نتخانق في الكومنتات تعالي نرجع للمراجع ونشوف الحقيقة. وبصراحة بعد ما قريت كل التعليقات قررت اعمل الحلقة دي، مش عشان اقول رأيي لكن عشان اقول لكم التاريخ الحقيقي لعلم مصر بالمراجع، ومن اول بداية الحضارة المصرية لحد العلم اللي بنرفعه النهاردة. ويلا بينا نبدأ. في ناس قالت ان العلم المصري كان منقوش على جدار الفراعنة، فاول معلومة اكيد هتفاجئك، الفراعنة ما كانوش عندهم علم بالشكل اللي احنا نعرفه النهاردة. ده مبدئيا، يعني مفيش قطعة قماش مستطيلة بألوان معينة زي دلوقتي. اللي كان موجود وقتها اسمه الرايات، كل مدينة او اقليم كان ليه راية خاصة بيه، كانت عبارة عن عصاية طويلة وفوقها رمز مقدس زي الصقر او ابن قوي او زهرة اللوتس او غيرها من الرموز الدينية او السياسية، وده كان بمثابة الهوية بتاعت كل اقليم. يعني فكرة العلم الوطني اصلا لسه ما كانتش موجودة، ومع مرور السنين دخلت مصر عصور مختلفة، الروماني، البيزنطي، وبعدين الفتح الاسلامي، وكل دولة كانت بترفع راياتها الخاصة. الامويين ليهم راية، والعباسيين ليهم راية، والعثمانيين ليهم راية، والفاطميين والمماليك. يعني آلاف السنين مصر ما كانتش ليها علم مستقل بالشكل اللي احنا متعودين عليه دلوقتي. وده ياخدنا لأول علم مصري بالمعنى الحديث، وده حصل مع محمد علي باشا سنة 1826 تقريبا، وساعتها ظهر أول علم ارتبط بالدولة المصرية الحديثة، وكانت عبارة عن خلفية حمراء فيها هلال باللون الأبيض ونجمة باللون الأبيض. وساعتها ده كان متأثر جدا برايات الدولة العثمانية، لأن مصر وقتها كانت اسما جزءا من الدولة العثمانية، رغم ان محمد علي كان بيديرها باستقلال كبير جدا. وبعدها بسنين لما جه الخديوي اسماعيل قرر انه يغير العلم، وبقى فيه 3 أهلة و3 نجوم. وهنا بقى بدأت الحكايات. في ناس بتقول ان ال3 نجوم كانوا بيمثلوا مصر والنوبة والسودان، وفي ناس تانية بتقول كانوا بيمثلوا القارات اللي وصلها جيش محمد علي. لكن المؤكد تاريخيا ان العلم اتغير في عهد الخديوي اسماعيل، وعشان كده لازم نفرق بين الحقيقة والروايات المتداولة. وده درس مهم، مش كل معلومة منتشرة تبقى حقيقة. ولسه تاريخ علم مصر فيه تغييرات اكبر بكتير، خصوصا بعد ثورة 1919 وثورة يوليو، وده اللي هنعرفه دلوقتي في الجزء الثاني. ما تقفليش، شايفاكي، يلا بينا. Stop.